يوسف بليلي يتعرض لتهديدات من أجل العودة لتدريبات الترجي، وأدم الناس قريب من العودة لأوروبا، وأمين جويري يواصل التألق في المباريات الودية تحضيرا للموسم الكروي الجديد. السلام عليكم أصدقائي، أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نتحدث فيه عن آخر المستجدات بخصوص محترفين سواء في الدوريات الأوروبية أو في الدوريات العربية. البداية بيوسف بليلي الذي عاد لتدريبات ناديه الترجي، واضعا بذلك حد لكل الإشاعات والأخبار المتداولة بشأن التحاقه بنادي مولودية الجزائر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. فبعد إعلان والد يوسف بليلي في تصريحات لصحيفة لو كومبيتيسيون خلال الأسبوع الأخير بأن ابنه يوسف قريب من العودة لمولودية الجزائر، وأن القرار يقع بين إدارة العميد من أجل تسهيل أو التعاقد مع ابنه خلال الميركاتو الصيفي، هذه الأخبار والتصريحات المتداولة في وسائل الإعلام الجزائرية والتونسية أغضبت رئيس الترجي التونسي الذي هدد يوسف بليلي بأنه سيمنعه من اللعب مع الترجي ولن يتم تسريحه إلى نادي مولودية الجزائر، وسيبقى في المدرجات ولن يلعب مع الفريق خلال الموسم المقبل. هذه التهديدات من طرف رئيس الترجي أتت بثمارها على يوسف بليلي الذي عاد أمس الاثنين لتدريبات فريقه الترجي، وهذه التهديدات أيضا جعلت يوسف بليلي يعيد حساباته، خاصة وأن المنتخب الوطني مقبل على تصفية كأس العالم وأيضا المشاركة في كان المغرب. يوسف بليلي لا يريد تضييع هذه المنافسة، لأنه لو قرر المواصلة بنفس هذا النهج وتم استبعاده من فريق الترجي التونسي رغم أهميته في الفريق سيمنعه وسيكون حائلا بين استدعائه للمنتخب الوطني للمشاركة في الكان، ما يعني أن صفقة انتقال يوسف بليلي إلى مولودية الجزائر بنسبة كبيرة سقطت في الماء، رغم تأكيد والد يوسف بليلي على أن ابنه إذا لم يأتي في الميركاتو الصيفي سيأتي في الميركاتو الشتوي. شاركوني في التعليقات، هل هناك إمكانية لإتمام صفقة يوسف بليلي خلال هذا الميركاتو الصيفي، أم أنه سيتريث وسيرضخ لتهديدات رئيس الترجي الذي بدأها منذ البداية وقطع الطريق على يوسف بليلي من أجل العودة لفريقه السابق. ثاني لاعب سنتحدث عنه في هذا الفيديو هو الدولي الجزائري آدم الناس الذي انتهى عقده مع النادي السد القطري مع نهاية الموسم. آدم الناس حسب الصحفي سيباستيان دينيس الذي يعمل في موقع فوت ميركاتو، فإن آدم الناس دخل في دائرة اهتمام عدة أندية من إيطاليا ومن إسبانيا ومن فرنسا. آدم الناس الذي يأمل في العودة لمستوياتها التي كان يقدمها في أوقات مضى وبعد تراجعه جراء الإصابات المتكررة. حسب الصحفي دينيس أكد بأنه يمتلك عرضين من إيطاليا من نادي تورينو وبولونيا، وهناك أيضا نادي تورينو لديه عرض آخر من الليغا الإسبانية وهو نادي خطافي، وعرض آخر من الدوري الفرنسي من نادي لوريون الناشط في الليغ 1. كلها اهتمامات من أندية تنشط في السيري أ وفي لا ليغا وفي الليغ 1، يعني كلها درجة أولى. ممكن أن تعيد اللاعب الدولي الجزائري، هذا اللاعب الذي كنا نعتبره موهبة ومن أبرز المواهب عندما أتى به روراوة في ذلك الوقت قلنا سيكون من أبرز نجوم المنتخب الوطني، لكن مع الأسف مسيرته لم ترقى لتطلعات الجمهور الجزائري وحتى متابعيه في الدوريات الأوروبية. رأيي الشخصي بخصوص الوجهة المميزة والأفضل لآدم الناس هي الدوري الإسباني، لأننا سبق أن شاهدناه يلعب في الدوري الإيطالي، سبق لنا أن شاهدناه يلعب في الدوري الفرنسي، لم يقدم تلك المستويات المبهرة. أما بالنسبة للدوري الإسباني، دوري تنافسي، دوري فيه الإثارة، دوري فيه أقوى الأندية في العالم، وفي إسبانيا في ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو بيلباو، أتلتيكو مدريد، يعني العديد من الأندية. ستكون لديه فرصة من أجل مقارعة أقوى نجوم العالم في هذا الدوري، بالتأكيد ستكون فرصة مميزة له من أجل التطور أكثر. إن شاء الله تتم هذه الصفقات، إحدى الصفقات بالتأكيد سواء لفرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. ماناجير آدم الناس أكد بأن اللاعب يعني قام بمجهودات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، قام بإنقاص وزنه لأكثر من 16 كيلوغرام، يعني رقم ليس بالقليل بعد يعني زيادة وزنه، الأمر الذي أثر على المستوى كثيرا وساهم في تعرضه لكثير من الإصابات، وكلهم تعرفون تأثير الإصابات على
مردود اللاعب. نتمنى له التوفيق ونتمنى أن يعود لمستواه، لأنه لاعب ليس بكبير السن، 28 سنة، بإمكانه يعني أن يحيي مسيرته. هناك عدة لاعبين ظهروا في 28 أو 27 سنة، وعلى سبيل المثال اللاعب السويدي جوكوريش الذي أسال لعب أكبر الأندية في أوروبا وأكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعدما كانت له تجربة في عديد الأندية لم يظهر بذلك المستوى الذي يؤهله لينال كل هذا الصدى الإعلامي، لكن بعد ظهوره بذلك المستوى المميز مع سبورتنج لشبونة أصبح محل اهتمام عدة أندية أوروبية. أنا لا أطمع أن يصل مثلا أدم الناس لمستوى جوكوريش، لكن بالتأكيد ربما سيعود لشيء من مستواه، لأن اللبنة الأساسية في هذا اللاعب متواجدة، الفنيات كاينة، يعني كل مقومات النجاح كاينة. لكن مع الأسف في كثير من الأحيان تكون الإصابات ويكون سوء تسيير المسيرة عامل أساسي في عدم نجاح اللاعب. نتمنى له التوفيق مع النادي الذي سينتقل له. اللاعب الأخير في هذا الفيديو هو أمين غويري. أمين غويري الذي بصم على بداية مميزة خلال فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد مع نادي مارسيليا. أمين غويري في تعادل فريقه الأخير أمام الشارلوروا ساهم بهدف فريقه الوحيد، وأيضا كانت لديه مساهمات في فوز فريقه أمام إكسل الهولندي، رغم تواضع هذا الفريق الذي ينشط في الدرجة الثانية أو الثالثة الهولندية، إلا أن دخوله مباشرة في العمل الجاد مع فريقه والبداية بهذا المستوى حتى وإن كانت مباريات ودية يبشر بالخير، يبشر ببداية موسم مثالية بعد الموسم المتميز جدا، نصف الموسم المتميز الذي قدمه مع نادي مارسيليا الذي خطف فيه كل الأضواء من أغلب لاعبي الدوري الفرنسي. ساهم ب13 هدفا في 13 مباراة، كان من أبرز الصفقات في الدوري الفرنسي. نتمنى له التوفيق، خاصة وأن بداية الموسم ستكون مهمة جدا، لأن المنتخب الوطني يحتاج لاعب مثلا مثل أمين غويري، هذا اللاعب الذي يعتبر من الركائز الأساسية في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني سيكون أمام العودة إلى تصفية كأس العالم، ستكون هناك أيضا منافسة كأس إفريقيا بالمغرب. المنتخب الوطني يحتاج لكل لاعبيه، لأنه إذا أردت المنافسة على لقب الكان ستحتاج لاعبين في أقوى فورمة لهم، وخاصة في بداية الموسم. بداية الموسم تؤثر كثيرا على مستوى اللاعب. هذا اللاعب الذي كلنا نعرف إمكانياته مر بفترة فراغ مع نادي ران، انتشى له ديزيربي من ذلك الفريق وأعطاه الثقة مع نادي مارسيليا. الآن نشاهد واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي، لأنه لديه كل مقومات النجاح وجلب اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. السن صغير، يعني بإمكانه التألق وإمكانه ترك بصمته في الدوري الفرنسي ومع نادي مارسيليا. أصدقائي شاركوني في التعليقات حول آرائكم أصدقائي بهذا نصل إلى ختام هذا الفيديو. شاركوني في التعليقات حول آرائكم، أسعد بقراءتها والرد عليها. شاركوني بكل التفاصيل. أصدقائي بهذا نصل إلى ختام هذا الفيديو. شاركوني في التعليقات حول آرائكم، مقترحاتكم، أسعد بقراءتها والرد عليها. السلام عليكم.